عشان نفهم الاعلانات هنحتاج نشوف شويه حاجات كده الاول، مفاهيم مهمه، وازاي هنفتكر مع بعض البايرز جيرني او اللي هي رحله العملاء اللي احنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده، اللي هي اسمها الماركتنج فانل او كده. وكمان هنشوف ايه الخطوات الطبيعيه اللي انا بعمل بيها الاعلان. وغالبا كمان يعني ناس كتيره بتقع ان هي ايه، تيجي تعمل الاعلان تعمله من داخل البيج نفسها. لا، احنا هنعمل الاعلان من الادز مانجر، من مكان اسمه مدير الاعلانات بتاع شركه ميتا. وزي ما قلنا كده في البيزنس سوت، بحتاج لو هشتغل من التليفون ان انا انزل ابلكيشن اسمه ميتا ادز، يعني ابلكيشن اخر خالص، غير اللي هو ان انا بشتغل على الفيسبوك. ان انا هنا بشتغل على الفيسبوك عادي وبعمل وبنشر وكده على الصفحه. لما بحب ادخل على البيزنس سوت في الكمبيوتر بسويتش عادي، لكن في التليفون بحتاج انزل موبايل ابلكيشن اسمه ميتا بزنس سوت. هنا نفس القصه برضو، انا هشتغل من الادز مانجر ده اللي هو اسمه ميتا ادز على الموبايل، ولازم انزله من الجوجل، من جوجل بلاي او اب ستور. يعني لازم يكون عندي ابلكيشن اسمه مدير الاعلانات، وهنتكلم على فوائده وفروقاته عن ان انا اعمل الاعلان من الصفحه وكده. طيب، الاول عايزين نفتكر، فاكرين السهم اللي باصص لتحت ده، المثلث اللي باصص لتحت ده؟ طيب، فاكرينه؟ كان ايه؟ كان عندنا هنا 4 ستيجز كده، المفروض ان الباير او الكاستمر بيمر بيهم لحد ما يبقى كاستمر. ايوه بالظبط كده. يبقى انا عندي A I D A، اللي هو الاي ده موديل، او ممكن نسميها الباير جيرني او الكاستمر جيرني، يعني لها اسامي كتير. AI DA. ليه بقول ده؟ يعني ليه هنراجع ده دلوقتي؟ لان اصلا، ودي خدوها دايما كده ككونسبت، يعني خدوها كمفهوم عندكم. فيسبوك وغيره من ادوات السوشيال ميديا هي ادوات، هي تولز. انا عايز اعمل ايه في التسويق بتاعي؟ يعني انا مثلا نازل سوق جديد، انا بفتح ماركت جديد او بفتح فرع جديد، هبقى عايز اعمل ايه؟ ايه اللي في دماغي؟ ان انا ازود المبيعات ولا انا اعرف الناس بيا مثلا في الاول؟ يبقى وبالتالي عندي الهدف بتاعي اهو، ان انا ببقى عايز، اللي هي اول خطوه في خطوات الايه ده موديل او الكاستمر جيرني، ان انا عايز اعمل اويرنس. فيسبوك هيكون بيديني تول ان لما احب اعمل اويرنس اعمله بالاعلان. يس، عليكم السلام. الحمد لله. ان انا يكون عندي الاوبشن ده. يبقى هو بالتالي انا اللي انا عايز اعمله في الماركتنج بلان بتاعتي، انا عامل خطه. في الخطه انا عايز اعمل الحاجه اللي انا عايز اعملها، هروح لفيسبوك اقول له انا عايز اعملها، يديني اللي اقدر اعمل بيه. اذا كان عايز انشر محتوى عادي، خلاص يقول لي اتفضل ادي الاكونت بتاعك، افتح واقعد انشر حاجات وفيديوز وريلز وكده. لا، انا عايز اعمل اعلان عشان ازود الاويرنس. هنشوف ده موجود ازاي جوه الادز مانجر دلوقتي. طب الخطوه الثانيه كانت بعد الاويرنس، الستيب 2 كانت ايه؟ الاي كانت بترمز لايه؟ انترست. انا كان عندي الخط الاول، ما حدش يعرفني في الماركت او ما حدش يعرف عن البرودكت بتاعي، فعملت اويرنس. الستيب نمبر 2، انا عايز اعمل او ازود الانترست، او الناس الانترستد عاوز اجيبهم عندي، عايز اخليهم يشوفوني. فهنبتدي نعمل الاعلان برضو، ونلاقي ان في اوبجيكتيف يساعدنا ان احنا نتعامل مع الخطوه رقم 2 اللي هي الانترست. طب دي ديزاير، برافو. ديزاير خطوه اللي يعني يرغب بقى، خلاص هو مش بس هو هنا ما كانش عارفني فعرفني، يبقى انا هنا بساعد ان الجمهور اللي مش عارفني يعرفني. هنا يبقوا انترستد فيا. انترست يعني مهتم بيا، والله يسال عني بعض التفاصيل، بعض المعلومات الزياده اند سو اون. خطوه الديزاير بقى، ده عايز يشتري، يعني هو مش بس مهتم بيا، مش بس عارفني، ده عايز يشتري. فهساعد برضو الجمهور ده، او هقدر ان انا اوصل له عن طريق الادز مانجر بتاع فيسبوك. وفي الاخر بيعمل ايه؟ يعمل عمليه السيلز بقى، او يشتري او ياخد الاكشن او ايا كان المسمى بتاعها. انا بقى عندي هنا في الفيسبوك لما بفتح كده حاجه اسمها ادز مانجر، هلاقي ان الخطوات دي شبه موجوده يعني بشكل او باخر، فهنشوفها دلوقتي. دي بوينت. فنيجي نفتح كده، ناخدها الاول كده وبعدين. طب حد يقول لي طب اصل انا ما عملتش اعلانات قبل كده وما عنديش حساب اعلاني او مش عارف ما بتاع. وهنعرف طبعا دلوقتي الخطوات كلها from A to Z النهارده، وهنكرر نفس الستبس دي كده في الثري دايز الجايين لان هو الفيسبوك ادز 4 ايام.
فهنعمل تنويعات او هنعمل كذا شكل. طبعا زي ما شفنا كده في البيزنس سوت، ان انا غالبا عندي حاجات، في حاجات ملبوسه يا بصوا. يعني الحساب ملبوس بيشتغل لوحده كده. في شويه حاجات لطيفه كده في الفيسبوك اكونتس. وانا دايما بقول ان الفيسبوك من كبره قوي، يعني البرنامج كبير فعلا، يعني الموقع كبير ومليان اوبشنز وبيعمل حاجات كتير وبيخوض في حاجات كتير. فساعات بحس ان في حاجات كتيره بتبوظ وهم مش بياخدوا. يعني انا دي عندي بقالها فتره الاكونت كان انا دايق، يعني هو انا مش دايس على حاجه، بس هو تحس ان هو عبيط كده. انا ما عملتش اعلانات قبل كده، فهنعرف نعمل الستبس ازاي. وعشان نعمل اعلانات لازم يبقى عندي حاجه اسمها حساب اعلاني، يعني لازم يبقى عندي حاجه اسمها اد اكونت. انا عندي هنا فيسبوك اكونت، يعني الاكونت العادي ده اسمه ايه؟ ده حسابي فيسبوك، اللي هو السوشيال اكونت بتاعي اللي انا بعمل بيه البوستس مع اصحابي وكده، وبقدر انشئ بيه الجروبس والصفحات وكذا. لما احب اعمل اعلانات بقى لازم يكون عندي حاجه اسمها ايه؟ هنا فوق كده في رقم وعليه صورتي برضو، ان هو بيقول لي ده الاكونت الاعلاني بتاعك، اللي انا مين اللي عامله. هو عارف برضو ان انا مين؟ تامر. ده البروفايل بتاعي. خلاص يا استاذ، ده البروفايل بتاعي هنا اهو. بس هنا اللي انا بعمل بيه الاعلانات اسمه اد اكونت، حساب اعلاني. بعمل بيه الاعلانات لمين؟ للصفحات بتاعت الفيسبوك بتاعتي. الاد اكونت ده لازم يكون بيقدر ان هو يدفع فلوس لفيسبوك، ولا مش هيدفع؟ مش اعلان معناه دفع فلوس؟ يبقى لازم يكون في دفع فلوس. يبقى بالتالي لازم اشوف ازاي هحط الفلوس في فيسبوك، هدفع له الفلوس بايه، وهنتكلم عليها دي في اخر خطوه خالص. فانتوا هتدخلوا على الفيسبوك عادي، وتروحوا فاتحين تدوروا كده على الشمال في الجنب خالص هنا على كلمه ادز مانجر، دي موجوده عندنا. انا واقف فين؟ هل انا واقف على صفحه من الصفحات، ولا واقف على الاكونت العادي خالص؟ ده اكونت مين اللي انا واقف عنده ده؟ عادي. فده موجود، مش لازم افتح صفحه بقى مش عارف السياحه ولا مش عارف ايه. لا، انا ببقى عند تامر المغازي السوشيال اكونت العادي اللي هو البيرسونال اكونت، وادخل على الادز مانجر زي ما انا دخلت كده في الايه، في التاب الثانيه. ادخل على الاد اكونت علشان، او الاد مانجر اكونت بتاعي، علشان ابتدي ان انا اشوف بقى الخطوات. طب نرجع تاني للبورد عشان نكمل الايه الحته الجزئيات بتاعه المفاهيم دي. احنا في الطبيعي والناس العاديه اللي مش محترفين زي حضراتكم، يقول لك انا عايز اعمل اعلان. يعني اللغوه بتاعتهم، الكلام الدارج بتاعهم يقول لك انا هدخل اعمل اعلان. لكن احنا مش بنعمل اعلان، احنا بنعمل حمله. حمله يعني ايه بالانجلش؟ كامبين. يبقى احنا لما بندخل ننشئ، هو احنا بنعمل اعلان، هو مش اعلان، هو اعلان، بس هو اسمه ايه في اللغه بقى بتاعت الديجيتال ماركتنج والميديا باينج وكده؟ كامبين. صح كده؟ كامبين. حمله. هنشئ حمله اعلانيه للفيسبوك بيج بتاعتي. وهتلاحظ ان انا برسم حاجات يعني هي لها اشكال. دي حاجه كبيره اسمها كامبين. اصغر منها شويه ان انا جوه الكامبين دي بيبقى مطلوب مني ان انا اقوم باعداد حاجه تانية اسمها اد ست. ست يعني ايه؟ ست يعني مش انثى. ست يعني ايه؟ ها؟ مجموعه. يعني مش بتجيبوا ست من حق بجيب ست مش عارف ايه. اد ست يعني مجموعه اعلانيه. يبقى انا بنشئ كامبين، بلونش او بطلق كامبين. دي حاجه اسمها الحمله، جواها حاجه صغيره اصغر منها شويه اسمها ايه؟ ادست او مجموعه اعلانيه. لان انا ممكن، وهنعرف ده في الجاي، ان انا ممكن اعمل حاجه اسمها مجموعات اعلانيه داخل نفس الايه؟ الكامبين. مجموعات داخل الكامبين. طيب. وبعدين عندنا كمان حاجه اصغر شويه، اللي هي الطبيعي بقى اللي الناس كلها بتتكلم عليها وبتقول عليها، اللي هي اسمها ايه؟ الاد. ان انا بقى بعد ما بعمل الحمله وبعمل المجموعه الاعلانيه، وهنعرف اعدادات كل واحده فيهم حالا دلوقتي، خلاص بيبقى مطلوب مني ان انا اعمل الاعلان بقى. كلمه اعلان يا شباب عشان ما نبقاش متلخبطين، يعني في دماغنا بقى كده، كلمه اعلان كلمه مجرده كده، هي الحاجه اللي الجمهور بيشوفها. انا دلوقتي شايف ايه؟ انتوا شايفين ايه؟ ده ايه ده؟ ايه دي؟ ديزاين، صوره. وده ايه؟ كلام. الاعلان هو الحاجه اللي بيشوفها الجمهور. الاعلان تحديدا في الاعدادات دلوقتي اللي هنعملها جوه الخطوات، هي الحاجه اللي الجمهور هيشوفها. الجمهور بيشوف يا فيديو يا صوره ومعاهم ايه؟ تكست، كلام.
لكن انا قبل بقى ما بوري الناس الكلام والصوره، ما انا هعمل حاجات بقى في الكامبين وفي الادز. يعني في خطوات معينه هقوم بعملها جوه مرحله الكامبين وجوه مرحله الادز. اول حاجه مطلوب مني لما اجي اعمل كامبين اعلانيه، اعمل بالنسبه للكامبين دي وان سيتنج اون. يعني انا مطلوب مني اعداد حاجه واحده بس وانا بعمل الكامبين، ان انا بختار ايه. انت عايز تعمل ايه؟ انت داخل تعمل كامبين اعلانيه لصفحتك او للانستجرام مثلا بتاعك او كده، انت عايز ايه؟ يعني انت كمعلن جاي ليه بقى؟ نرجع نفتكر ان احنا هنبقى جايين بهدف مرتبط بالايدا موديل دي، بالبايرز جيرني دي. يا عايز تعرف الناس بيك، يا عايز تتكلم مع الناس المهتمه، يا عايز تروح للناس اللي نفسها تشتري وخلاص، والناس اللي ممكن جاهزه انها تشتري منك. يبقى انا ما اهدافي اصلا في التسويق ما بتخرجش عن كده، يا بعرف الناس بيا لو انا جديد، يا ببتدي ان انا اخليهم يتفاعلوا معايا، يا بخليهم يشتروا مني. هي الحياه بتاعت التسويق كده اصلا، ما بتخرجش بره الاربع مراحل دول. فهنا انا بختار الاوبجكتيف بتاعي. وعشان ما نتلخبطش، انا في اي كامبين هيطلع قدامنا دلوقتي كامبين اوبجكتيفز كتيره، بس انا هختار كام اوبجكتيف؟ واحد. ما انت هدفي لازم يبقى حاجه واحده، يا اويرنس يا ديزاير يا انترست يا ديزاير يا اكشن. مش هيبقى ينفع يبقى حاجه بره الاربع حاجات دول وهدف واحد. والله انت بقى يقول لي بس انا ساعات في التسويق ابقى عايز اعمل اويرنس واعرف الناس مثلا ببرودكت جديد، بس عندي برودكت قديم عايز الناس تشتريه. يا سيدي اعمل ايه؟ اتنين كامبين. خلاص، دي حاجه ودي حاجه، لان انت هدفك هنا بمنتج هنا بجمهور هنا حاجه، وهدفك هنا بمنتج هنا بجمهور تاني حاجه تانيه. يبقى اعمل اتنين كامبينز واصرف على دي فلوس وعلى دي فلوس وهات نتائج من دي ومن دي كل واحده لوحدها. يبقى اول حاجه ان في الكامبين سيتنجز بنعمل حاجه واحده بس مطلوبه، نعمل اهدافنا او نحدد هدفنا. طيب تعالوا نشوف ده بقى. انا هقول له كرييت ايه؟ كامبين. اقول له كرييت كامبين، ادوس هنا كده. ايه اللي ظهر بقى هنا؟ قال لي تشوز a campaign objective. يعني هو الراجل اصلا ايه عشان ما نتوهش بيقول لي يلا نختار campaign objective. ايه هدفك من الست حاجات دول؟ الست حاجات دول دي ايه؟ كانت فين دي؟ تعالي كده، اهي اول واحده في الماركتنج فانل اهي. طيب اللي بعدها مين؟ سيبني من اللي بعدها، ننزل ننزل ننزل. اخر واحده مين؟ السيلز دي كانت تشابه مين هنا؟ اكشن. ما بينهم بقى، ما بينهما نقدر نتكلم ان ده هو الانترست والديزاير. زمان اصلا احب اوريكم صوره لطيفه كده في العصور السحيقه حوالي سنتين كده. كان الفيسبوك ادز كانت الاوبجكتيفز بتاعتها ما كانوش ست زي دول، وكانوا متقسمين التقسيمه اللطيفه دي. بصوها كده، يعني نشوفها كده مع بعض في الصوره او في الارتكل ده. كان عندي هختار برضو كامبين اوبجكتيف. كان عندي هنا ايه؟ بيقول لي عاوز تعمل اويرنس اختار واحد من دول. عاوز تعمل حاجه اسمها ايه؟ consideration اختار حاجه من دول. conversion تمثل كلمه action. ساعات اصلا الاي اي دي اي موديل ده اللي هو الاي ده موديل ده، في بعض الكتب بتغير اسمه بتسميه كده awareness وبعدين consideration. ايوه، وبعدين conversion. بس بيعملوا حركه لطيفه بقى. يعني في بعض الكتب تشرح الحته دي في الماركتنج يقول لك ايه؟ الاويرنس هي اول خطوه، تاني خطوه بيروح مختصر الخطوتين بتوع الانترست والديزاير يخليهم خطوه الايه؟ الكونسيدريشن. كونسيدر يعني ايه؟ يعني ايه بقى كونسيدر الحاجه؟ خدها في اعتباري، يعني حاططها في اعتبارك يعني. فكونسيدريشن تمثل اهتمام او رغبه. في بعض الكتب بيروحوا مختصرين الانترست والديزاير دول ويقول لك انت هتعمل كونسيدريشن، وخطوه اكشن هي كونفرجن. كونفرجن يعني تحويل، ان اللي ما كانش عميل اتحول لعميل، يعني هي هاز بوت اشترى مننا. فالكونفرجن هتتكرر علينا قدام تاني كتير، هي معناها التحويلات او الاكشن او الشراء. والكونسيدريشن ساعات تبقى تمثل مين؟ الديزاير والاكشن، يعني بيختصروا هما الاثنين في خطوه واحده. وده كان الفيسبوك عامله اهو.
او لا يعني مش مشكله. او ده كان شكل اعلانات فيسبوك زمان: awareness consideration conversion. فلو عاوز تعمل awareness اعمل اعلان كذا، consideration كذا كذا كذا، conversion كذا كذا كذا. هو بقى راح مختصرهم الفيسبوك، هو دائم التطور والتطوير والتغيير، فخلاهم شكلهم كده: awareness، واللي في النص دول تبع الكونسيدريشن اللي هي الانترست والديزاير وادي السيلز. طبعا احنا هنعمل النهارده مثلا اعلان اويرنس، يعني هنشرحه وهنشتغل عليه. لو انا وقفت هنا كده هتلاقيني مشروح، يعني بصوا على اليمين تحت الميكروفون بيقول لك انت عايز تعمل اعلان اويرنس، اللي هو بيعمل ايه؟ بيعمل ايه اعلان الاويرنس ده؟ اهو قال لك show your ads to مين؟ الناس اللي هتفتكر جاست اسمك، يعني بتعرف الناس بيك، يعني ناس يا يعرفوا ان في، عرفوا ان في براند اسمه كذا. بس تامر عرفوا ان في براند اسمه، خلاص يبقى هو عرف الايه من هنا كده. فلو انا عايز اعمل اويرنس اختار الاوبجكتيف ده. طب تاني اوبجكتيف، واحنا اتفقنا هنختار واحد وهنشتغل على الاويرنس النهارده: ترافيك. ترافيك يعني ايه اصلا؟ طبعا هي مش معناها الحرفي. ترافيك يعني ايه في الماركتنج؟ اكيد مش مرور، يعني مش عسكري مرور او كده. ها هعمل فيزيتس، يعني هخلي الناس بص هو كاتب برضه هتلاقيه شارحها. قال لك send people to a destination، يعني هتخلي الناس عبر الاعلان بتاعك يروحوا الى مكان، الى وجهة اخرى. طبعا مش يروحوا مكان بجد، بس هيروحوا فين؟ ويب سايت، يعني يروحوا حته كده اقدر ان انا اخليهم يزوروها، ويب سايت او ابلكيشن، او ممكن احط لينك للانستجرام بتاعي واخليهم يعملوا ترافيك على الانستجرام اكونت. يعني انا ممكن من الادز مانجر هنا وانا فاتح الفيسبوك اهو اعمل اعلانات لمين؟ للانستجرام اصلا وانا مش فاتح انستجرام حتى معايا. فده تاني نوع اللي هو سمول ترافيك. تالت واحد الانجيجمنت، وبرده انجيجمنت معناها الحرف ايه؟ اكيد مش خطوبه هنا يعني، فهي مش الخطوبه. ايه انجيجمنت بقى؟ في الماركتنج انجيجمنت معناها قلناها قبل كده تفاعلات، اللي هي زي ايه بقى؟ لايكس، وكمان كومنتس، وكمان شيرز، ولو فيديو الفيوز للفيديو ده، او الفولورز ان يجي لي فولورز، او المسجز كمان. بالمناسبه مش عارف، وانا بشرح لكم الانستجرام كنت قلت لكم واحنا عاملين نتكلم في انستجرام وثريدز وكده ان انستجرام ما فيهوش شير، وقلت لكم ان هو لا، ما هو طلع فيه شير. اول ما خلصت المحاضره فاتح انستجرام لي الف مبروك انستجرام بقى فيه شير، بس على الموبايل مش على الكمبيوتر. فدلوقتي لو انتوا عندكم اي حاجه عايزين تشيروها على الانستجرام بقى فيه يعني بقى فيه اللي هي كومنت، وبعد كده بعديها اللي هي سند مسج، وبقى فيه زرار الشير اللي هو ريبوست. كان زمان بنحتاج ننزل يعني انا كان عندي ابلكيشن على التليفون اسمه ريبوست اصلا، بحط عليه البوست اللي انا عايز ريبوسته على انستجرام، فهو انستجرام سمح بالريبوست خلاص. فبقت الانتراكشنز في انستجرام متكامله خلاص، ما عادش نفسنا في حاجه فيه يعني. وده بقول لكم ايه يعني بقى، بس انا دايما بقول ايه، انا بشرح الحاجه الكلام ده الواحد يتلسع من الشرب بقى. فايه زي ما الواحد يروح يجيب عقد كده او فاتوره، يقول لك ايه هذا العقد ساري، او هذه الفاتوره عرض السعر ده ساري لمده مثلا يومين. بعد كده فانا مثلا في الاي اي وفي الديجيتال ماركتنج والسوشيال ميديا ماركتنج التطوير سريع، وساعات الواحد مبقاش عارف ان هو هيحصل. فانا بقول للناس بص لحد دلوقتي الانستجرام ما فيهوش شير بعد نص ساعه ممكن يبقى فيه عادي يعني. شكل الاعلانات كده في فيسبوك ممكن بكره نصبح نلاقيه راح مغير عادي جدا، يعني ما حد مش مضمون يعني. فالانجيجمنت هي ان انا عايز اعمل اي تفاعل على البوست اللي انا هنزله او على البيج بتاعتي، اجيب لها مسجز او فولورز او كده. يعني ايه اعلان ليدز؟ ليد يعني ايه اصلا؟ لا يقود، مش يقود الى، برضه كلها معاني مزدوجه. ده اللي هو اللويال. انت قصدك اللويالتي ماشي، بس يعني ايه ليد؟ ليد معناها ايه في السيلز او الماركتنج؟ العملاء المحتملين. في بعض الاعلانات يعني ممكن نقلب شويه كده هنا اهو. اعلان زي ده كده، حاجه سكنيه اهي اسمها بنغطي، ما اعرفش بنغطي شكلها مش في مصر اصلا. لما بفتح انا الاعلان كده او لما بكليك على الاعلان، ده اعلان ظاهر لي بيبتدي يطلب مني ان انا اعمل ايه؟ هم؟ احط فيه ايه بقى؟ بياناتي، اسمي وتليفوني او اسمي وايميلي مثلا. ليه؟ اصلا انا مش معقول هشتري شقه ب 275,000 دولار
من رسائل الصفحه يعني. نو واي ان مثلا يقول لي ايه السعر كام، اقول له يقول لي السعر انبوكس وبعدين مثلا ايه اقول له 275,000 ومحتاج مفيش حد بيشتري كده. فبعض الحاجات الكومبلكس في بيعها يعني انا مثلا انا بشتري كيس مناديل من السوبر ماركت او الكشك، دي سلعه سهله الشراء وقرار الشراء فيها ساذج، عرقان عايز كيس مناديل ما باخدش فكرش كتير فيه. لكن في بعض الحاجات لما بتتباع معقده في بيعها زي السلع الغاليه الفاخره قوي او المعقده، يعني مثلا لو احنا عايزين نجيب للسيستم مثلا برنامج او برامج كمبيوتر عشان مش عارف ايه هنا في القاعات وفي الكلاسز وكده، محدش برضو بيشتريه برسائل صفحه ولا بواتساب مسج يعني. فبالتالي لا المفروض بديهم تليفوني في فورم زي ده كده، ويبتدوا بقى حد يكلمني، ممكن يجي يعمل معايا ميتنج او يقول لي تعالى انت عندنا فرع الشركه ولا نشوف الماكيت بتاع الكومباوند ونشوف الانشاءات والدفعات التسليم والحاجات اللي زي كده. فده بنعمل له اعلان اسمه ايه؟ اعلان ليدز. هو كاتب you will collect leads for the business، يعني ليد دايما معناها عميل محتمل. بنعمل ايه؟ بناخد بياناته، يا بنكلمه بعد كده يا بنقابله، ما ينفعش نخلص معاه مباشره يعني، اللي هي اسمها المرادف يعني potential customer، عميل محتمل. طب ولا انت عندك ابلكيشن، عامل ابلكيشن زي طلبات ولا زي اوبر ولا كده، وعاوز الناس تنزله على التليفون، الناس هتعرفه منين؟ اعمل لهم اعلان اب بروموشن عشان تعمل انستوليشن، الناس تعمل انستوليشن دي تنزله عندها على الهواتف بتاعتها. ولا انت عندك متجر او ستور او اي كوميرس بلاتفورم، حاجه عايز تبيع زي ما الناس بتبيع من مثلا المتاجر الالكترونيه او كده، يبقى هعمل اعلان ايه؟ سيلز، اللي هو زي ما قلنا زمان كان اسمه ايه بقى؟ كونفرجنس. كان كونفرجنس. انا دلوقتي لا خلاص ما عادش عندي ال 11 خطوه دول، انا جاست بقى عندي 6 خطوات او 6 اوبجكتيفز اختار ما بينهم. احنا النهارده هنختار اورز، هنختار اول اوبجكتيف اورز ونقول له كونتينيو. يبقى اول خطوه ان انا جاست بعمل الكامبين اوبجكتيفز، وانا كده ابقى خلصت اول حاجه مطلوبه مني خلاص. ونقلت هنا، بصوا بقى على الرسمه اللي هنا في الشمال دي، شويه شويه يعني انا بحاول ان انا اخلي الرسمه دي شبهها، بس طبعا مش شبهها قوي. بس انا فعلا عندي هنا هانشئ اول حاجه اسمها نيو اويرنس كامبين، تحتوي على ايه؟ عشان تبان بتحتوي على ايه؟ ادست. والادست بتحتوي على ايه اصغر منها؟ يعني هما كانوا كرتونه كبيره وكرتونه وسط وكرتونه صغيره، 3 حاجات. الاد محتوى او هو داخل الادست، والادست داخل مين؟ الكامبين. طيب حلو كده. طيب الخطوه الثانيه هي خطوه الادست، المجموعه الاعلانيه. في جوجل ادز مثلا هتلاقوا ان الادس دي اسمها حاجه ثانيه، اسمها اد جروب. يعني هي اد جروب، هي ادس. ايه بقى اللي انا عايز اعمله في الخطوه الثانيه؟ ايه المهم ان انا اعمل يعني انشئ اعدادات ايه في الادس ليفل اللي هندخل نعملها دلوقتي؟ ان انا واحد، هو انا مش داخل اعمل اعلان، لازم احط الميزانيه بتاعتي. انا هعمل اعلان بكام؟ بكام في اليوم ولا كام في المده ولا كام في الشهر؟ لازم احدد البادجت، الفلوس اللي انا هصرفها علشان اوصل للجمهور في الايام دي او في الحمله بتاعتي. وهنتكلم على يعني افضل الممارسات في الحمله ونصرف كام، ويبقى ويبقى كام في اليوم ولا كام في الشهر ولا كده. وبرده بالدولار ولا بالجنيه، وهنشوف هي ليه بالجنيه، وهتعرفوا اهميه انها تظهر عندنا بالجنيه مش بالدولار. تاني حاجه، ايوه الاعلان ده من يوم كام ليوم كام؟ يعني الاعلان ده هيشتغل من يوم 7-8 في الشهر ليوم 20 في شهر اغسطس، ولا هيشتغل 5 ايام بس، ولا هعمل اعلان يوم مثلا؟ هنعرف ما ينفعش نعمل اعلان يوم، مش حاجه لطيفه يعني. وايه كمان؟ مين الجمهور اصلا؟ التارجتنج بتاعك مين؟ هو الاعلان ده لو انتوا فتحتوا الفيسبوك بتاعكم هيطلع لكم، لازم يطلع لكم الاعلان ده بتاع واتساب اللي طالع لي ده؟ ممكن او ممكن لا. بنغطي ده، هل لازم يطلع لكم؟ لا. فهنا احنا واحنا بنعمل الاعلانات في خطوه الادست
بنحدد جمهور سنه ايه وساكن فين ومثلا راجل ولا ست، وبعض الحاجات زي الاهتمامات اللي هي كانت لها علاقه بالاستهداف. لما اتكلمنا على الاستراتيجي بتاعت الماركتنج وقلنا لازم نقسم الجمهور لشرايح جغرافيا وسكانيا، وبعد كده على حسب تصرفاتهم وسلوكياتهم، وكمان على حسب مستواهم الاجتماعي او طبيعتهم الاجتماعيه. فانا برضو هنا بطبق بقى اللي انا ببقى عامله ده، ان انا بنزل الكلام ده عندي في الاعلان بتاعي في خطوه الادست، ان انا بحدد الثلاث حاجات دول: ميزانيه، مده، واستهداف. وبنعرف بقى اقل ميزانيه نشتغل بيها كام، واقل مده برضو نعمل بيها الاعلان كام، وبرضو افضل الحاجات اللي ممكن نستهدف بيها الجمهور. طيب نيجي برضو نكمل شويه وبعدين نروح نكمل على البورد. انا هنا عملت ايه؟ الاويرنس ايه دي؟ كامبين. طب هو سماها ايه بقى؟ هو بيديها اسم افتراضي، يعني هو بيروح عامل ايه؟ يقول لك خلاص اسمها هيكون نيو اويرنس كامبين، اسمها كده. طب لو انا قفلت الاعلان ده وعملت اعلان جديد كمان 5 دقايق، هيسميه ايه برضو؟ نيو اويرنس كامبين. هو بيدي اسم من عنده، هو مش فاهم غير كده. كل ما اعمل كامبين جديده يسميها نيو كذا كامبين، نيو كذا كامبين. انا بس بيبقى مطلوب مني ان انا اروح جاي مزود اسم من عندي كده، اسميها مثلا دي بي. احنا الجروب بتاعنا كام؟ 541 ولا 14. ادي اسم افتراضي من عندي كده لحاجه تفكرني انا كنت الاعلان ده اللي عامله يوم ايه، لمين، لصفحه ايه مثلا، يعني لجروب مين. فبدي اي اسم. طب هل الجمهور بيشوف الاسم ده؟ يعني هنا شايفين اسم الكامبين؟ شايفين اسم الكامبين بنغطي ولا مش عارف ايه ده؟ لا، الاسم ده ليكوا انتوا، ليا انا، عشان لما اجي بعد كده افتح حاجه هنا اسمها كامبينز، اللي هي لوحه الكامبينز كلها بقى، ما تهش، ابقى عارف ان دي اللي عملتها يوم الجمعه مع جروب 514 غير اللي عملها جاست حاجه ارشيفيه ليا انا. فانا بروح مديله اي اسم، ان شاء الله اسميها تامر، يعني اسميها اي اسم مفيش مشكله، ونروح قايلين له نيكست. عشان كده نكون خلصنا المطلوب مننا نعمله في خطوه الايه؟ الكامبين. حددت الاوبجكتيف وغيرت الاسم. نقلني هو فين دلوقتي؟ على انهي مستوى؟ يعني الازرق كده، يبقى هو ساب دي وراح هنا. يبقى انا كده المفروض بعمل اعدادات مين؟ الادس. طيب هسيب اسمها كده ولا اغيره هو كمان؟ بنفس المنطق. طب لو انا سميته دي بي برضو 514، هل ده كده متشابه مع الاسم الثاني؟ اسم العيله اسم العيله مختلف، يعني انا بسميها كده، هنا اسم العيله ادست وهنا كان اسم العيله ايه؟ كامبين. يبقى انا سميت الكامبين بالاسم اللي انا زودت عليه حاجه بس عشان تبقى تاج او علامه ليا، وكمان جيت على مستوى الادست ممكن سميت نفس الاسم او كده علشان ما توهش برضو ما بين الادستس وبعضها في الكامبين داشبورد بتاعتي. طيب ننزل 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 واحده واحده كده عشان ايه التسجيل ما يقفش ان شاء الله، وبعدين نطلع. انا لو انا عندي كذا كيس، انا ممكن هنا انا عندي بيج واحده ولا اكتر من بيج؟ اكتر. عشان كده هنا بيقول لي انت عاوز تعمل الاعلان ده لانهي بيج بقى. دايما لما تلاقوا اي دروب ليست كده تعرفوا ان في ايه؟ في اختيارات. طب لو انا ما عنديش غير هي بيج واحده بتاعت فيسبوك، يعني فيسبوك بيج واحده، خلاص مفيش الاختيارات وهي اللي هتبقى اسمها مكتوب هنا، ومش هقدر افاضل بينهم وبين بعض. طيب انا عايز اعمل بقى اعلان، ادور على صفحه من الصفحات مثلا تعالوا نجيب حاجة. احنا عملنا سبورتس وير. نجيب مثلا حاجة دي، دول كانوا بزراعة قصر. مالك انت مش. طب ناخد ده على فكرة، كرافتي كيدز ده كانوا عاملينه اي ثينك شباب من طنطا. كرافتي كيدز دي ناس بيعملوا حاجات هاند ميد، فدي كده كان بروجكت يعني من البروجكتس بتوع الباتش قديم. يبقى انا كده اخترت البيج، الحمد لله خلاص اخترت البيج. يبقى هو كده فاهم ان انا لما اعمل الاعلان واصرف الفلوس واستهدف الجمهور وبلا بلا بلا الحاجات دي كلها، انا دي البيج هي الهدف بتاعي ان انا اشتغل عليه. ابتدي بقى انزل تحت شويه وامشي على ايه؟ اشوف بقيه الخطوات. طيب تعالى
كده. احنا خلاص اخترنا البيج، وبعدين جبنا هنا عند الليفل بتاع، نزلنا شويتين كده عند حاجه اسمها بادجت اند ايه اهو، الخطوتين دول موجودين هنا اهو. بس هو هنا مديني الارم بالاحمر وحطه هنا كمان وكده. ايه ده بقى؟ يعني ايه اللي مزعله؟ تفتكروا ايه اللي مزعله؟ اقل من ايه؟ اللي هو ايه الحد الادنى؟ ليه بقى اشمعنى 49 يعني؟ ايه 49 و3 38 ها؟ $1 برافو. فهو هنا بيقول لي ان انت ما ينفعش تقل عن $1. هو بيقول لي يعني هو بالنسبه له هو راضي لو انا خليت هنا